صباحكم فل. بقالي كتير ما طلعتلكوش لاني كنت عيانه وما زلت عيانه، ادعولي بالشفاء. هتكلم معاكم على موضوع يؤرقني جدا جدا ويؤرق الكثيرين من المصريين اللي عايشين في الخارج. احنا سامعين طبعا دلوقتي ان في البرلمان مقاعد اتحطت للمصريين، يعني يتحطوا للمصريين، عن المصريين في الخارج. تمام. طيب، البرلمان هيحط لنا ناس عشان تتكلم باسمنا في البرلمان. الناس دي هل هتكون في مصر؟ يعني ما مش عايشة معانا هنا عشان تعرف المعاناة اللي احنا بنعانيها واحنا في الخارج مع المعاملات في مصر، زي مثلا البنوك. احنا يعني شيء منتهى الإزعاج اني اكون مثلا مصري عايش في الخارج، وفاتح حساب مش عارف اعمل عليه اي شيء لاني لازم انزل احدث بياناتي. العالم كله بيحدث بياناته اونلاين، بيحدث بياناته على الايميل، على الفاكس، و واحنا الوحيدين اللي بنحدث بياناتنا. هاتوا بايدك. يعني ايه هاتوا بايدك؟ يعني حضرتك اطير 5 6 10 ساعات عشان اجيلك اديك ورقتين؟ ده يعقل؟ ادفع حوالي 200 الف جنيه رايح جاي بالاقامه بالاكل بالمده الاجازه اللي انت خليتني اخدها عشان انزل لك، 250 الف جنيه عشان اديك ورقتين؟ طب ايه اللي هيخليني احط فلوسي عندك واخليك تستنفع بفلوسي لما انا ممكن احطها في الخارج؟ يعني ايه اللي انت بتقدمه لي زياده علشان اجي احط فلوسي عندك؟ وكلنا عارفين حاليا ان فلوس المصريين في الخارج اللي في البنوك اللي بيشتغلوا بيها هي الدخل الاول قبل السياحه حاليا. يعني بتعاملني وانا مصدر دخلك الاساسي بمنتهى الاستهتار. تخيل لما اتواصل مع البنك، مع الموظفين في البنك، يقولك مفيش حل. تطلع لأعلى القيادات في البنك يقولك مفيش حل. يعني ايه مفيش حل؟ هو انتوا بتتعاملوا مع ناس عايشة في مصر ولا ناس عايشة في دول أوروبية سابقة على الأقل ب50 سنة؟ ايه الميزة اللي انت بتقدمها لي كبنك وانا عميل أجنبي أو مصري مجنس عشان اجي احط حاجتي عندك؟ الفوائد هي بره زي جوه. ايه اللي يخليني اجيلك الا لو كانت معاملاتك معايا لطيفه، الا لو كنت بتقدم لي خدمات اكسترا، الا لو كنت بالاونلاين بتسهل لي كل حاجه، بحدث بياناتي بسهوله، لما بحتاج خدمه عملاء بلاقيها. لما انتوا ده كله مش بتقدموه، عايزين واحنا في 25 سنه 25 عايزين نوصل للخارج ازاي؟ الفجوه كبيره جدا. وانا لو قعدت احكي لكم على الفجوات اللي انا بشوفها بين مصر وبين اوروبا، الناس هتغمض وتقول لي مش عايزين نسمع. ايه الحل؟ وهل الناس اللي هتجيلنا في البرلمان علشان تتكلم بصوتنا عايشين في الخارج زينا؟ طيب لو هم عايشين في الخارج زينا وعارفين مشاكلنا، هيحضروا الجلسات في مصر ازاي؟ كل اسبوع، كل 10 ايام، كل شهر؟ لازم يبقى في حلول. لازم يبقى في حلول. انت بتتعامل في عالم الكتروني، اصبح كل حاجه بقت بالانترنت، بتدفع بالتليفون، ما بتشيلش فلوس في جيبك، بتحدث بالاونلاين، عندك ابس لكل شيء، عندك اب يقفل البيت ويفتحه وانت بعيد. يعني انا مثلا النهارده اجر شقه في مصر، عندي الاب افتح الشقه واقفلها وانا في المانيا. يا جماعه يا جماعه، الفجوه بعيده بعيده بعيده. لو ما لحقناش نفسنا ما نلومش الا نفسنا. بالعلم، بالتكنولوجيا هنتقدم، غير كده لا. مهما قعدنا ندا في ملطة
مالطا مش هتسلم بجد. الكلام ده مش اي كلام، الكلام ده معاناة احنا بنعيشها كمصريين في الخارج. يا ريت صوتي يوصل لحد من المسؤولين في مصر، اولا من المسؤولين في البرلمان في مصر، عننا كمصريين في الخارج. ودمتم. شكرا. رشا أمين.